واي لعاب غنقولها لكم بالعربيه، اي لعاب حسيتي بالتوني ثقيل عليك حطو ريح الارض وخلي الاخرين يلعبوا. اي لعاب شوف راه داوي من الهجوم حتى للدفاع. اخوان، رغم الهزيمه البارح امام النادي المكناسي الا ان فريق الرجاء سيطر على المقابله. غتقول لي شوف حنا راه ما كيهمناش السيطره، ما كيهمناش الاستحواذ، ما كيهمناش اللعب، كيهمنا الربح. بطبيعه الحال البارح كلنا كاعين حيت خسرنا 3 النقاط بعد ما كنا غنكونوا حنا الاولين. البارح ضيعنا 3 النقاط. الخطا اللي كان في مباراه النادي المكناسي، سيطرنا على المقابله. الطريقه ديال كيفاش كتخرج الكره من الدفاع الهجوم، تمركز اللاعبين في الهجوم، التسديدات اللي سددنا اكثر من 21 تسديده، 10 منهم كانوا مؤطرين على المرمى، لكن الحارس ديالهم البارح كان قوي وعرف كيفاش انه يجيري المقابله. يعني بداك الضغط البارح شفنا ماتياس التمركز ديالو وشفنا كيفاش سدد شحال من تسديده. واحد الحاجه زوينه هو ان داك الافا سونتر واخا ما ماركيش كيخلي لك لعابه اللي كيعطيهم حريه في اللعب اكثر. شفنا ان بعض اللاعبين خارجين على اللقاء البارح بحال ما كاينينش، منهم ادم النفاتي اللي البارح ما كانش، كان غائب والله ما كتحس به لاعب كره، واغلبيه لاحظوا هذا الشيء. وراه اللعاب راه في الاخر كتبان لك مأثر نفسيا. شوف حنا ما غنديروش بحال العام اللي فات فاش كان الزرهوني وكان بوزوق وبقينا كنجلدوا فيهم تمشاو ومن وراها تقولبنا ما بقى عندنا حتى شي لعاب مزيان. انا ما غنقولش لكم لا هذاك اللعاب خصنا نشكروه ولا نطلعوا ليه القيمه، لا، ولكن خاصنا في واحد المرحله انتقاليه ندعموا اللاعبين، نحاولوا نكونوا في جنبهم. البارح راه كانت بوادر ايجابيه، يعني البارح راه كانت سيطره، كان واحد الانسجام، كانت واحد الايقاع، كان لعب زوين. وتخيل كون كان برقوق البارح ولا المكعازي كانت غتكون واحد الايقاع اكثر، غيكون واعر. ولكن قدر الله ما شاء فعل، تسجل لنا هدف في اخر دقيقه، يعني ما كناش بغيناها. خسرنا المقابله ولكن ما خسرناش حظوظ ديالنا على التنافس، ما خسرناهاش. مازال عندنا ماتشات، عندنا ماتش ضد يعقوب منصور اليوم الجمعه في المركب ديالنا، يعني غنربحوا ان شاء الله، غنلعبوا وسط الجمهور ديالنا. خاص اللاعبين يبقاو مسيرين على بحال هكا. كاين بعض اللاعبين اللي كنشوفهم مهمشين، هو المعموري. علاش المعموري والمشخشخ ما كنشوفهمش انا كيلعبوا؟ هادشي اش كيبقى فيه الحال. المعموري والمشخشخ هادو لاعبين اللي ما كياخذوش الفرصه ديالهم. واش المدرب عندك مشكل مع المعموري؟ الا عندك مشكل مع المعموري خرج قولها لينا، ماشي ما تلعبوش. كيبان لك انت شراره البارح طماع وما داير والو، وكيبان لك النفاتي تا هو ما داير والو وخليتيهم وما دخلتيش المعموري اللي يقدر يعطيك الاضافه. البارح دخلتي خافي وكان حدا ماتياس عطاه واحد النجعه هجوميه اكثر خطوره، ولكن راه ما كانتش كترجم الاهداف. اذا راه كان عندك مشكل في الاجنحه، ما عرفتيش تجيري المقابله. بعد ما دخلتي العملود كانت السيطره اكثر، لكن نتمناو ان اللاعبين يركزوا معنا. ان شاء الله باقي عندنا مقابلات في المستوى، باقي عندنا اننا نربحوا النقاط، ولكن ما خصناش نضيعوا. في العام ديال الدوبلي راه بحال هكا وقع علينا، ولكن راه ما خسرناش بهذه الطريقه هذه، ونتمناو خير. تحياتي.